النادي الاهلي بجماهيره بالاتحاد المصري كلهم جالهم حقهم من الجيش الملكي. الجيش الملكي لو تفتكروا المباراة اللي احنا لعبناها قدامهم، وعوروا تريزيجيه بسكينة معجون وبدأوا يقتلوا حاجات حادة في قلب الملعب وأزايز وخربوا الدنيا جماهير الجيش الملكي. النهاردة الفيفا أعلنت عن غرامة 100,000 دولار على الجيش الملكي، بس الله أعلم بقى مين اللي هيدفعها، جمهور ولا النادي؟ أنا بتهيألي ممكن يكون النادي، إنما الجمهور هيتحرم مباراتين اتنين ان هو ما يحضرش برضه مباريات للجيش الملكي. طب انا عايز اعرف المباراتين دول دوري ابطال عبر القارة ولا داخل المغرب، يعني الدوري المغربي؟ فدي برضو عايز افهمها. انما بالنسبة للغرامة اكيد اللي هيدفعها النادي، الجماهير هتدفع منين؟ انما الجماهير هتتغرم انها مش هتحضر ماتشين اتنين بس، ممكن يكونوا ماتشين دول دوري ابطال. لو حد فاهم يكتبلي في الكومنتات، هيبقوا دوري ابطال ولا هيبقوا دوري المغربي؟ فياريت تدعمونا باشتراك وبلايك وتصلوا علينا في الكومنتات وفعلوا زر الجرس عشان اوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.